السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم. هذا الريلز باختصار درتو باش نشرح لكم بان اللي الريلز اللي غيتلاحوا في لاشين غيكونوا بواحد الاستراتيجي اللي هي غيكون مواضيع غادي نعطي عليهم نبدا فقط، ولكن انت مهتم فما عليك انك الا تابونا وانك تخلي ميساج تحت كل فلوغ، تخلي كمثال واش بغيتي هذا الموضوع بالتفصيل ولا لا، حيت باش نقول لكم الحقيقه القضيه ديال المانيا كامله راه ماشي سهله كما كتشرح بالبساطه التامه ديالها. واحد الحاجه خصكم تزيدوا تعرفوها مزيان، المانيا راه ما عمر فيها داك الاستقرار اللي كيصحاب لكم نتوما ولا ديك الخدمه اللي كيصحاب لكم نتوما. راه فريمون كاين امور اللي فريمون كيتغطى عليها بزاف. هادشي علاش انا ما غاديش نبدا نخدم على دي فيديو وغادي نحطهم عشوائيا. خصني فريمون نعرف واحد المومغ د الناس شنو هاد المومغ د الناس اش بغا، يعني ضروري. فما نقدرش انني نحتاج فيديو واحد فريمون باش انني نشرح لكم بالتفصيل. غادي يحتاج تقريبا على الاقل واحد ساعه ونص ديال الشرح، ساعه ونص غير في فيديو واحد على حسب جهه واحده. كيفاش كنقول جهه واحده؟ نقدر نقول لكم قرايه، نقدر نقول لكم خدمه، نقدر نقول لكم انواع الخدمه، فيزات كيفاش دايرين. يعني القضيه فريمون ماشي كيما كيصحاب غادي تدوز على ريل واحد ولا فيديو واحد وغادي تفهم. والحاجه اللي غادي نزيد نعاود لكم وهي مواضيع مهمه، بحال راه هنا ما كايناش ديك التجاره في حتى حاجه. كيفاش التجاره؟ ما كاينش تجاره في الدواسه نورمالمون. راه ما كاينش شي حاجه سميتها شركه غادي تجيب لي عقد عمل وغادي نخلصها مليون ولا جوج ولا ثلاثه. راه ما كاينش ديك الهضره. ما كاينش واحد الحاجه سميتها السونتر ديال مكتب ديال القرايه غادي يخدم لي الدوسي ويجيب لي انفيتاسيون كلشي وغادي نعطيه كذا وكذا. راه ما كاينش ديك الهضره. هذاك الشيء كله راه ساهل. الا ما قدرتيش دير داك الشيء بوحدك راه فريمون ما تقدش على المانيا. باش نقول لكم من الاخر ما تقدش عليها. راه كثار من المغرب. يعني باش نجي معكم بكل صراحه، عرفتي المانيا كيفاش دايره بحال الوالد ديالك اللي بغى لك الخير بزاف وكيجبرك عليه من صغير وانت كتمرد. غير الوالد كتقدر تمرد عليه، ولكن الدوله ما غاديش تقدر تمرد عليها. الدوله غادي توصلك حتى ديك النقطه، غتبقى تابعك وبالعصا حتى توصل ديك النقطه. الوالد ديالك غيحن، غيبقى غادي معاك، ولكن غير واحد اللحظه غيقول صاي اللي بغى يديرو. هادي حطوها في راسكم مزيان. المانيا دايره بحال الوالد ديالك، ولكن ما كاينش شي واحد فوق منه عنده سلطه عليك. يعني ما كاينش شي واحد فوق منه يقول ليه لا هدا ولا راه ما يصلحش هادشي ولا ما كاينش. وكاين جوج حوايج عنده، اما غادي تتبع داكشي اللي غيقول لك، اما غيقول لك الزنقه، غيقول لك برا. هكا دايره المانيا بنفس الاستراتيجي. خذوا هذه باش تفهموا كاع المواضيع اللي غيجيو مستقبلا. ولي ريلز بصراحه راه غادي نقدر نحط عدد كبير 100، حيت تقريبا كاين شي 150 موضوع خاصه بالهجره في المانيا. كاع جهات كثار بصراحه. غادي تقدر تكون اول قناه اللي غتكون كتشمل كل شيء، اللي غتكون فريمون مفصله مزيان. ولكن ما نقدرش نبدا بالعشوائيه، فخصني فريمون جمهور اللي غادي يتبع هاد الامور هادي. وراه غادي تشوفوا من بعد بان غادي يبانوا ناس اللي غيبداو يضربوا في الهضره اللي كنقول، حيت هادشي نورمال. حيت هذا واحد الاقتصاد اللي واصل غير المانيا راه كتلعب واحد 800 مليون اورو غير الهجره دايره غير ما بين نص مصريه باش 800 مليون اورو سنويا. هذه غير كنهضر على المغرب، ما كنهضرش انا على شي حاجه اخرى. المغاربيين يعني المغرب، الجزائر، تونس الى اخره. ف ما عرفتش اش غنزيد نقول لكم. غادي نعاود نحط بازال دي شورت غادي نشرح فيهم امور اخرى باش غنوريكم التوجه القناه كيفاش غيمشي. هذا مهم ان التوجه يكون واضح. ثاني حاجه اللي غادي نحاول انني نزيد نوضحها لكم هي اننا ما غنخدموش غير على المانيا، ولكن المانيا هي اللبنه الاولى. يعني غنسدوا من المانيا كامله، وان شاء الله غادي ندوزوا الخطوات الجايين. وحتى هادشي غيكون بالفوتاج. يعني كما العاده غادي تكون هذه واحد القناه اللي دخل وشاف واحد الموضوع وبان لي بان هذا الموضوع هذا خصو يطلع مزيان، غادي يلونسي داك الموضوع. جيم واحد العنوان ديال ولا واحد الكومونتير فيه بغينا هذا ولا انا هادشي غادي نزيد نشرحه لكم في كل ريل على حسب كل موضوع. فهادشي اللي غنقدر نقول لكم دابا. واش غنقول لكم فريمون راه واخا المانيا وكل شيء، ولكن ما تزروش حتى حاجه. وان شاء الله القناه هذه غتفتح لكم ابواب كثيره.